السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا متابعين البارون. أسعد الله صباحكم. اتأخرت بقالي 48 ساعة عشان انتوا عارفين ان انا تملي لازم اقعد اتفرج كتير واذاكر كتير وبعدين لازم اقرا اللي حضراتكم كتبتوه كله، لانه اللي حضراتكم بتكتبوه بقى مهم جدا بالنسبة لي دلوقتي، لانه حضراتكم التفاعل بتاعكم بقى جيد جدا وبقى عالي جدا. مش بس بتشوفوا الفيديوهات ولكن بتقولوا كمان اللي انتوا عايزين تقولوه، وبتحطوا كمان معلومات جديدة، اللي بيشوف معلومة، اللي سمع حاجة زمان، اللي شاف في حاجة غايبة عني. فأنا عايز أشكر حضراتكم على هذا التفاعل. التفاعل بالمعلومات مهم جدا، لانه انا برضو في الاول وفي الاخر مش هعرف اعمل كل حاجه لوحدي، يعني او مش هعرف استقي او اخد كل المعلومات اللي ممكن تتقال. في حاجات ممكن تفوت فيا، وفي حاجات ممكن اكون انا ما تابعتهاش زمان، لكن حضراتكم احسن مني وافضل مني بكثير. حضراتكم متابعين كويس، واللي بيفوت فيا بتكملوه. فانا عايز اشكركم جدا على هذا التفاعل الممتاز بصراحة، يعني أنا ما شفتوش قبل كده يعني. خلينا ده كان سبب الغياب. أنا عايز أعتذر لحضراتكم عن إن الفيديو اللي فات كان طويل جدا. الظروف في مصر مش ولا بد يعني، والتكاليف النت كتير، فأنا عايز برضو إيه أختصر شوية عشان الناس تقدر تشوفني بأريحية وتشوف كل الكلام اللي أنا بقوله كله يعني. فحقكم عليا، انا ما خدتش بالي ان الفيديو اللي فات عدى الساعه، ودي كانت كارثه مني الحقيقه يعني، لكن كان لابد لان اتقال فيها برضو. انا شايف انه اتقال حاجات مهمه يعني. انا عمال اتفرج طبعا كالعاده، بس انا هرجع لورا شويه. الفيديو اللي فات حصل فيه حاجه احكيها لكم وبعدين نخش في موضوع النهارده. لما اتفرجت انا على الفيديو بتاع العمره، اللي هو الفنان الاستاذ جاتوه كان بيحلق فيه. في الفيديو ده طبعا كان فيه مناوشات كتيره قوي، بس انا كان بالنسبه لي كان في حاجه غامضه جدا وكانت مضايقاني جدا ان انا مش عارف اوصل لها يعني. وهو كلام الاستاذ مصطفى. الاستاذ مصطفى اتكلم بالمغربي، وانا ما فهمتش ولا كلمه من اللي هو قاله، وكان عندي مشكله عشان الفيديو ده يوضح واخش بين سطوره انه حد يترجم لي اللي قاله الاستاذ مصطفى. فبحكي مع سهام واحنا قاعدين بنتفرج على الفيديو في نفس الوقت، قلت لها سهام لازم حد يترجم لنا الكلام ده، الفيديو مش واضح، بغض النظر عن زجاجات الخمره، بغض النظر عن انه لابس شبشب وهو بيصلي. انا كان بالنسبه لي اهم اترجم كلام الراجل ده عشان اشوف الراجل ده صادق ولا كذاب، لانه كلام الراجل ده مهم جدا. كلام الراجل ده هيخلينا ما نروحش بقى للمهاترات والكلام الكتير والفقه. راجل عنده 100 سنه هيعرف في الفقه يعني ايه والله. فاضل له سنتين ثلاثه يبقى عنده 100 سنه، والفقه ايه ده ما بيعرفش يقول الله اكبر يعني. فالمهم يعني كلام مصطفى هو اللي هيغنينا عن المهاترات دي كلها. نصلي بيصلي بالشبشب. على فكره موضوع الصلاه بالشبشب ده اللي عايز يعني يبحث فيه، في فيديو للشيخ عبد الله رشدي على اليوتيوب، متهيألي ده افضل حاجه ممكن تشوفوها يعني، موضح فيه الكلام عشان بس ما نطلعش نقول بقى لا وانتوا عارفين وانتوا مش عارفين. في كلام، ولو عايزين نتكلم في الموضوع ده باستفاضه اكتبوا لي في الكومنتات، يعني ممكن انا بقى احضر الموضوع كله واجهزه ونطلع نتكلم فيه موضوع الصلاة. لكن احنا مش محتاجين الكلام ده، لو هنقوله لينا احنا عشان احنا نستفاد يعني، لكن احنا مش محتاجين في حكايه جنوده للموضوع الشبشب ده خالص يعني. اما عن زجاجات الخمر فهي كان موضوع واضح وصريح. ففي حاجات كتير هنقولها دلوقتي هتغنينا عن انه ان احنا نخش في المهاترات والديسكاسنج، يعني احنا نتناقش ونتكلم كتير في الموضوع.
لان انا قايل من 8 ايام ان الراجل ده مش مسلم، يعني الراجل ده مسيحي، وانا لسه مصر عند رايي، ولسه مصر عن ان الست دي بتتاجر في الدين. تمام. ويا ريت كل الناس تفهم كده، لانه انا شايف كومنتات بتتكتب في قنوات غريبه اتكعبلت فيها كده بالصدفه، كومنتات تموت من الضحك يعني وتهلك من الضحك. وفي ناس جم قالوا لي على سفر السعوديه ومش سفر السعوديه ينفع وليه ما يروحش ومش عارف ايه. فين الباسبور يا اخوانا؟ غير اسمه بقى ايه؟ عمل باسبور شكله ايه؟ هيسافر ازاي بباسبور مسيحي؟ الاستاذ الفاضل اللي كان وهو بيتفرج على اللايف في العرض الاول كان بيكتب لي وبيشتم فيا، وانا سايب لك كومنتاتك زي ما هي ما جيتش جنبيها، وغالبا لو انت ما شلتهاش هضطر بقى انا مش هشيلها، ارد عليك. انا مش هذكر اسمك في الفيديو ده، ممكن ابقى اعمل لك فيديو تاني وارد عليك على الهوا يعني. تمام. فكتر خيرك يا سيدي، خدنا من حسناتك وخدت انت من سيئاتي. على فكره انا جالي كومنتات سلبيه الفيديو اللي فات كتير جدا، وناس شتمت فيا كتير جدا، وكركر وكيكي وحاجات كده غريبه يعني دخلوا وكتبوا لي. انا كنت سعيد جدا، مش عشان هم قلة الادب، عشان هو ده النجاح. لو ما كانش في كومنتات سلبيه وشتيمه انا كنت هقول ان انا فشلت. بغض النظر عن كومنتات حضراتكم الجميله جدا الهايله جدا اللي هي تسعد اي انسان في الدنيا يعني، الا انه شويه الملح دول يحسسوا بالنجاح جدا. فبصراحه يعني لو ما كانتش جت الكومنتات اللي انا شتمت فيها دي انا كنت زعلت، لان ما كنتش احس ان انا نجحت يعني. هو ده النجاح بجد يعني، انا بشكر ربنا يعني. انا مش هرد على ولا حد وما مسحتش الكومنتات قريتها كلها. بقول حضراتكم في العرض الاول انا فاتح الاستوديو مع العرض، انا كنت حاضر العرض كله بس ما كتبتش حاجه، ما كتبتش ولا رحبت بحضراتكم لان كنت مشغول مع الاخ ده قوي. العرض شغال وهو على الهوا عمال يكتب لي، والكومنتات عماله تجيلي على الاستوديو بره. ما بيكتبش في اللايف ده، بيكتب بره على في اخر الفيديو تحت في التعليقات يعني. وانا ما عرفتش اكتب ولا كلمه في اللايف دوت في العرض الاول دوت بسبب الراجل ده اللي كان عمال يشتم فيا، وانا عمال اضحك ومبسوط جدا يعني. في الفيديو دوت مصطفى هي سالته وهو جاوب، بس جاوب بالمغربي وانا اتجننت مش فاهم حاجه. ولازم نفهم كلام الراجل ده، لان الراجل ده وفعلا كنت متوقعه لقيته كلام الراجل ده جواه مصائب. الراجل ده طبل مش على طبلة، على البتاع الكبير ده اللي معرفش اسمها ايه اللي بيخبطوا عليها كده دي، طبلة كبيرة كده. المهم يعني، فقلت لسهام انا سهام لازم افهم كلام الراجل ده. عندنا متابعة فاضلة، انا بجد من الناس اللي مش متابعين، من الناس القريبين يعني عندنا متابعة مغربية عايشة في امريكا، من الناس القريبين من سهام ومني انا شخصيا يعني. مش متابعه عاديه تخش اللايف وتكتب او تخش على اي فيديو كومنت، لا لا لا، ده في تواصل في كلام. وهي ست يعني محترمه، ربنا يخلي لها زوجها وربنا يخلي لها ابنها. فسهام قالت لي نكلم مغربيه. قلت لها مغربيه؟ انا مش عارف فرق التوقيت بيننا ازاي، وممكن تكون في الشغل دلوقتي وانا عايزه اعرف الترجمه دي. المهم ما وصلتش لحاجه وعملت الفيديو وانا لسه جوايا نفس الاشتياق لترجمه الكلام ده. بعد ما عملنا الفيديو، قبل ما الفيديو ينزل يعني والفيديو هو بيتحمل، سهام عملت لايف، وفي اللايف ده نكتشف ان احنا عندنا متابعه تاني مغربيه. إلهي ربنا يبارك لك يا ليليان ويطول لنا في عمرك وتبقي في صحة جيدة أنت وزوجك وأولادك. فسهام عاملة اللايف وبتهزر، فبتقول لها ده أنا متجوزة مصري، تقول لها ومالكم مال الرجالة المصريين؟ قالت لها أنا مغربية. مغربية؟ اقفش
انت فين يا بنتي؟ ده انا بدور عليكي، ده الفيديو اتحمل خلاص وهيتعرض بعد اللايف عرضنا الفيديو على طول. ده انا كنت عايزك من بدري، انت جايه دلوقتي، انت جايه متاخر. قلت لها سيبي البث حالا وروحي اتفرجي على السؤال اللي اتسال والاجابه اللي اتجاوبت. انا عايز ترجمه فوريه. كان عندنا الافلام الاجنبيه زمان كان يقول لك ترجمه انيس عبيد، ده كان مكتب ترجمه مشهور جدا، وغالبا ده الوحيد اللي كان بيترجم من الافلام الاجنبيه للتلفزيون المصري زمان قوي واحنا صغيرين. انيس عبيد طياره يا ليليان بسرعه جدا على الفيديو. سيب اللايف، مش عايزك في اللايف هنا، اسمعي وتعالي ترجمي. وفعلا راحت السيده الفضيله، الهي ربنا يخليكي يا ليليان ليا، انتوا مش متخيلين انا فرحان جدا، لان الزتونه في كلام الراجل ده، يعني انا كنت حاسس بيه لقيته فعلا. وهي بتترجم طلع في ناس كتير بقى وفهموا الكلام وقعدوا يترجموا، يعني اكدوا على كلام. عايز اشكرك يا ليليان، ميرسي جدا انك فتحتي عيني على حاجه انا كنت حاسس بيها بس مش شايفها، لان مش فاهم هو الراجل قال ايه. الراجل رصهم بالمغربي ورا بعض وانا ما بعرفش مغربي يعني. فشكرا شكرا. والمره الجايه هنستعين بمترجم تاني، معانا مترجم قاعد برضه بره مصر ومغربي برضه، فلو احتاجناكي لانه غالبا هنتصل بيكي بقى في الشغل مش في الشغل. دي انا بقول لك اهو، كنت بتقولي انك زعلانه مني يا ستي، لو زعلانه مني حقك عليا، بس انا ما عملتش حاجه والله العظيم. الرساله دي المغربيه حره في امريكا، السيده الفاضله اللي بتتابع سهام من زمان وما تقوليش غير يا مسيو فريد. انا بحيي حضرتك من خلال هذه الشاشات. في الدقيقة 8 و14 دقيقة دخل الأستاذ مصطفى، الأستاذ دارش، هسميه دارش أنا بقى، ها زي جاتوه كده. عاجبني قوي إنه قنوات كتيرة قوي بقوا يقولوا جاتوه دلوقتي خلاص كده، زي سام كده في نقة وحلبقة، فبرضه إيه الحاجات دي بتبقى لطيفة يعني. السؤال في الدقيقة 8 و14 دقيقة بتقول له ايه؟ طبعا لو حد مكذبني يروح يشوف انا جايب التوقيت اهو. في ناس كتير بيشككوا في اسلام جاتوه. هي قالت طبعا مسيو بس انا مش هقول مسيو. في اسلام جاتوه بيقولوا لا ما اسلمش وان انا كدابة. انت بذمتك لما بتيجي بتشوفه بيصلي ولا لا؟ وفعلا الراجل ده اسلم ولا لا؟ بس والله لا تقول الحقيقه. تاني الحته الاخرانيه دي، بس والله لا تقول الحقيقه. انا هقرا الكومنت اللي هي قالته كله تاني بعد اذنكم. بتقول له ايه لما دخل بالحلاق، يظهر بيقولوا عليه كوافير، ما اعرفش الكوافير ده الحريم. لما جه الراجل وكانوا كلهم بقى ايه ما شاء الله، يعني الحلاق من المغرب والراجل من المغرب، يعني الحلاق كمان فهم الكلام ده. وانا عندي رساله للسيده فاطمه لانك مغربيه، والكلام اللي احنا هنقوله ده اكيد انت فهمتيه. في ناس كتير بتشكك في اسلام مسيو جاتو، بيقولوا لا ما اسلمش وان انا كدابه. انت بذمتك لما بتيجي بتشوفه بيصلي ولا لا؟ كان لغايه هنا السؤال كفايه. وفعلا الراجل ده اسلم ولا لا؟ ده الجزء المهم في السؤال ده اللي احنا بندور عليه. بس والله لا تقول الحقيقه يا مصطفى. الست من غير ما تدرى حطتك قصاد ربنا. تعالوا بقى نشوف الاستاذ درش جاوب عليها. قال لها ايه؟ قال لها لا انا بصلي في الجامع وهو بيصلي في البيت وهو قاعد علشان هو سنه كبير. يا استاذ مصطفى هي بتقول لك والله قول الحقيقه، هو اسلم ولا لا؟ فين بقى الاجابه؟ بعد كده راح قال ايه؟ هو عايز يدخل الدين الاسلامي
وكان عنده استعداد وده قراره هو. يا درش يا حبيبي فوق، هي بتقول لك والله لا تقول الحقيقة عشان احنا بنقول عليها بتتاجر بالدين وكدابة وعاملة ده عشان الفلوس لأنها كلبة فلوس. فمن فضلك قول لنا الحقيقة، هو أسلم ولا لأ؟ هو عايز يدخل الدين، أيوة يعني أسلم ولا لأ؟ فوق يا درش، فوق يا حبيبي، أسلم ولا لأ بسرعة. وكان عنده استعداد، ماشي، عايز يدخل وكان عنده استعداد وده قراره هو، ماشي، وده قراره هو. دخل ولا لسه كاتب كتاب؟ ما ترد يا مصطفى. يعني يا مصطفى بتقول لك والله، دي بتقول لك والله. انتوا ايه يا جدعان؟ مش مؤمنين؟ ما يعني ما بتعرفوش ربنا؟ بتقول لك والله لا تقول الحقيقه. فين الحقيقه هنا؟ انا بصلي في الجامع وهو بيصلي في البيت. ايه؟ فين الاجابه؟ اصل هو راجل تعبان وبيصلي على الكرسي. في ناس بتصلي في الجامع على الكرسي عادي جدا. إيه؟ هو عايز في الفيوتشر يدخل الدين الاسلامي. كان عنده استعداد، ده في الباست. البريزنت بقى، الحاضر بقى فين؟ في اجابتك يا عم دارش. انا ما جبتش حاجه من عند امي الله يرحمها من التراب، انا جايب من بقكم اهو. وانيس عبيد السيده ليليان، الهي ربنا يخليكي، افضل ادعي لك طول عمري. خلاص، طب خلص كده؟ لا لسه عك تاني. في مواصفات المسلمين، في مواصفات المسلمين. طب نقطة يا مصطفى، انت ما بتفهمش عربي، بتقول لك والله لا تقول الحقيقة، هو اسلم ولا لا؟ ما تقول يا عم اه ولا لا. بتقول لك والله قول، ما تقول ولا لا. هو في مواصفات المسلمين. وبعدين وهو مؤدب، ماشي يا سيدي، بيعكسها وبيقول لها منو. شكرا للي بعت الكومنت ده. يعني قطه زي عادل ادهم كده، ذئب. جاتوه ده ذئب، طلع ذئب الكلب، عنده 97 سنه. ده انا ما اعرفش وانا عندي 54 سنه اقول لمراتي اللي هي على انا عمري قلت لك يا قطه يا ست؟ ذئب. انا ما اعرفش اقول يا قطه دلوقتي في السن ده. وهو مؤدب وايه؟ وتخلى عن كل حاجه حرام، يعني نظيف، يعني بيستحمى يعني. تاني، في مواصفات المسلمين. طب مسلم ولا لا؟ مؤدب. طب مسلم ولا لا؟ وتخلى عن كل حاجه، بأمارة ازايز الخمره رفعها فوق، ما بقتش جنب ايديه، بقى بيتعب على ما بيجيبها. تخلى عن كل حاجه، كل حاجه حرام. ازاي يتخلى عن كل حاجه حرام؟ هو في انسان يا مصطفى يا كذاب خالي من المعصيه؟ ولا انتوا شايفين جاتوه لازم جاتوه يطلع لنا ملاك عشان الست يبقى بذلت معاه مجهود طب احنا لسه ما عرفناش حاجه، لسه مصطفى هيكمل. يعني نضيف، خلاص ما بقاش فيه. طيب اذا كان هو نضيف وتخلى عن كل حاجه، احنا بنقول لك اهو كان في ازازتين خمره على الدولاب. اطلع بقى يا سيدي قول لنا انه نضيف ازاي، عشان ما نقولش عليك انت راجل كذاب بلاش التانية دي قليلة أدب أوي. عايز أقول لك كلمة قليلة أدب أوي، حتى بيقولوها بنقطة كده بدل الصاد بيحطوا ضاد في الآخر، بس برضه حتى بمضاد دي
مكسوف اقولها لك عشان عيب لان انا ما اعرفكش، بس انت فعليا كدبت. طب نكمل. بيصلي 45 دقيقة ويدعي للمسلمين كلهم. انتوا ماسكين له الساعة، توقفين له على الباب أول ما يجي يصلي تقوم ظابطين الستوب ووتش. شد حيلك يا جنون، شد حيلك، يلا هوب هتكسر الرقم اللي على جينيس، هتخش الموسوعة. ايه بيصلي 45 دقيقة دي؟ فين بقى إجابة السؤال يا عم مصطفى؟ فين إجابة السؤال؟ فين؟ السؤال بيقول لك في ناس كتير بتشكك في إسلام مسيو جانو، بيقولوا لا ما أسلمش. لا ما أسلمش، ومصطفى ما قالش لا ولا لا. وأنا كدابة، كدابة و60 كدابة، ولولا العيب هشتمك. وأنا كدابة. انت بذمتك لما بتيجي بتشوفه بيصلي وبيبقى ماسك له الستوب ووتش فاضي بقى مصطفى، كل ما جانوه يروح يصلي يقوم واقف له من على الازاز من بره ويقوم شغال له الستوب ووتش. لا شد حيلك، المره الجايه تعمل لنا اداء افضل في التمرين. يعني شفته بيصلي 45 دقيقه، ما شفتوش وهو بعد ما خلص صلاه ما سلمش؟ شفته وهو بيصلي 45 دقيقة، ما شفتوش وهو قاعد لابس الشبشب حتى لو الأرض اللي تحت رجليه غير ممهدة لازم يرفع رجله ويحطها على الشبشب، ما يبقاش لابس الشبشب. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالنعال، ولما قلع النعل جاله جبريل، سيدنا جبريل جاله وقال له خد بالك نعلك في شيء نجس، يعني مش نظيف. فقلع الرسول عليه الصلاة والسلام النعال، فالناس ورا منه لأنها بتقتدي بيه من غير ما تفهم، كان لسه ما حدش فاهم حاجة، قلعوا النعال. يجوز للصلاة بالنعال في الحروب. أنا مش عايز أروح برضو الموضوع ده طويل قوي قوي قوي، وفي آراء ناس كتير وأنا مش كاتب آراء الناس كتير، فأنا مش عايز أروح له يعني. فالسؤال والله لا تقول الحقيقة. فين بقى الحقيقة اللي انت قلتها لنا يا عم مصطفى؟ نقول تاني عشان انا متكيف قوي من الربع ده. الربع ده لو ما كانش اترجم انا كان ممكن يجرى لي حاجة، لان انا حاسس ان في بلوى، لانه خطف لو كان اتكلم بالفرنساوي او كان اتكلم بالعربي او كان حد ترجم، لكن يخطفها ورا بعض خاله جاتوه جدو ويبص على راسه، والشغل الشمال ابو 3 ساغ ده ما اكلتوش، انا ما شربتوش، ما عرفتش ابلعه، الشغل ده ما عداش عليا. عشان كده كنت هتجنن عشان حد يترجم لي اللي هو قاله، مش فاهم حاجه باللي هو قاله، اعمل ايه طيب؟ لا انا بصلي في الجامع. هي سالتك انت بتصلي فين؟ هي سالتك بتشوفه بتصلي ولا لا؟ لا انا بصلي في الجامع. يعني ما بتصلي؟ طب يا عم مصطفى، ليه مثلا ما بتروحلوش لو انت بقى بتشارك في اسلام هذا الرجل وعايزين تعملوا عمل خير وعايزين الراجل ده ينجو من التهلكة؟ ليه ما بتروحلوش وتحطوا سجادة وهو يقعد؟ فين السجادة اللي كان بيصلي عليها، سجادة الصلاة؟ وهو يقعد وحضرتك تقف قدام منه وتأمه، لأن حضرتك مسلم وفاهم يعني إيه تبقى إمام وبتروح تصلي في الجامع ما شاء الله زي ما قلت على حضرتك. ما قلتش ليه الكلام ده؟ أنا أحيانا بصلي في الجامع، وأحيانا لما بقى هنا في البيت ما بروحش الجامع، باجي عند جاتوه وأمه للصلاة وأعلمه يقول إيه والفاتحه يقراها ازاي، وحتى لو هيقول يستغفر مثلا، لو مش عارف يقول الفاتحه بالعربي لانه ما بيعرفش عربي، يستغفر مثلا ويسلم في اخر الصلاه وهو قاعد. ما قلتلناش كده ليه يا درش؟ انت خليت مسؤوليتك من اول كلمتين، يعني اول ما شفت الضابط جريت.
انت عملت كده اول ما الظابط عدى وانت ما عليكش حاجه، رحت جاري شككت الناس فيك. كان ممكن تقول حاجات كتير قوي، ما تشككش الناس فيك وما تخليش شكلك وحش. ودي بتقول لك والله لا تقول الحقيقه. يعني انت هتعمل حكايه على ربنا وتقولها بالمغربي على اساس مثلا، استغفر الله العظيم يا رب، ان ربنا زي حالاتنا ما بيعرفش مغربي؟ وحشه منك قوي دي يا درش. انا لا اعرفك ولا انت تعرفني، بس هي وحشه منك ودي الحقيقه لازم تتقال بصراحه. انت طلعت عره في الكلمتين اللي انت قلتهم دول. تزعلش بقى ولا تزعل، اتفلق، لانك الست حلفتك بالله وانت طلعت راجل كذاب، راجل منافق، راجل ما عندكش اي نوع من انواع الرجوله والمسؤوليه. ده رايي فيك. لا، انا بصلي في الجامع وهو بيصلي في البيت، وبيصلي وهو قاعد علشان سنه. قال هو عايز يدخل الدين الاسلامي وكان عنده استعداد، وده قراره هو، يعني لسه ما خدش القرار. في مواصفات المسلمين، وهو مؤدب واغلى واعلن عن وتخلى عن كل حاجه حرام، يعني نضيف. يصلي 45 دقيقه ويدعي المسلمين كلهم، والنبي انت اللي نضيف. احنا يا عم مصطفى عايزين نشكر حضرتك على شويه التعريض، ما تزعلش مني بقى، والتطبيل اللي انت طبلته ده، لانه ده وصلني انا شخصيا للهدف اللي انا عايز اوصله. انت جاوبت بما يرضي الله فعلا. انت قلت ان مش مسلم كده خلاص، معنى كلامك كده. انت قلت في مواصفات عايز يبقى قراره هو، لكن قلت اسلم ولا لا، هربت منها. جدع، جدع مصطفى، يبقى مش مسلم. مع انك كان المفروض تقول الحقيقه على طول، ما تلفش وتدور كده وتعملها كنافه. كان المفروض تقول لا لا، مين قال انه مسلم؟ هو عنده استعداد، هو ما خدش لسه القرار، هو في مواصفات. كان تقولها كده بوش صخ، لكن هو لا، لسه ما اسلمش. مش تقدر تعمل كده عشان برضو لا فام شرشي لا فام. مش دي جمله نابليون الشهيره؟ عشان لا فام، عشان السيده طبعا عيب، الاتيكيت يخليك تحلفك بالله وانت تطلع راجل مهزأ وكذاب عادي، عشان لا فام شرشي لا فام. دي الحقيقه، انك راجل مهزأ وكذاب، لانك ما قلتش الحقيقه، ما قلتش انه لا مش مسلم، قعدت تمرقعها كده يعني. ومن هنا اللي مش مصدق يرجع للكلام اللي اتقال ويجيب حد مغربي زي ما انا عملت ويترجم، مع احترامي لكل الساده المغاربه. الراجل ده اديكوا شايفين عمل ايه، وانا حكايتي مع الراجل يعني. انا ليا صديق على اليوتيوب من زمان جدا من المغرب، اسمه نور الدين، من الناس المحترمين جدا اللي انا بحبهم جدا واللي انا بكن لهم كل احترام، لانه فعلا رجل يعني يفهم معنى الاحترام يعني. وعايز اقول لكم على حاجه، طالما جبنا سيره المغرب يبقى نكمل الحكايه في الحته دي. السيده فاطمه، انا عندي رساله لحضرتك. انا قلت لك الفيديو اللي فات، معرفش هتسمعيني ولا لا، وايه وليكن ما يكون يعني. انا قلت لحضرتك الفيديو اللي فات انه الناس اللي جولك، وفي ناس كتير قالوا الكلام ده على فكره، يمكن يكونوا بينصحوكي، مش قصدهم يهددوكي، لان كل البدايات عندها فيها زغاريط وكل النهايات عندها فيها نواح في علاقاتها. واحنا شفنا الكلام ده مع ناس كتير يعني. اوكي، فخدي بالك، ادينا بننصحك تاني. وطبعا انت شفتي اكيد الفيديو ده لانك متابعه كل قناتها، حضرتك اللي قلتي كده او هي اللي قالت عليكي كده.
فشفت السؤال كان شكله عامل ازاي، وشفت للاسف الاستاذ مصطفى جاوب ازاي. فادي ده توضيح اهو ببساطه ان الست دي كدابه وبتتاجر في الدين وكلبة مال. الست ما هنش عليها تجيب لك كيلو يوستفندي ب 5 جنيه، كيلو يوستفندي في مصر رخيص يعني، وهي رايحه تزورك، مع ان انت وانت جايه اظهرتي كرم وي وي وي، قلت لك انا بشرف المصريين، جاتك القرف، جاتك نيله عليكي وعلى تشريف المصريين اللي انت فيه ده. انت ما خدتيش معاكي حاجه هديه، حتى الست جايبه لك عيش سخن وجايبه لك واكلتك المسمن بالمحشي والعسل باللوز ايه ده؟ كيس فاكهه، بلاش كيس فاكهه، انت مش في مصر. ورد، شوكولاته، اي حاجه يا ست. ما كانش معاكي فلوس خالص خالص؟ الفيزا ما فيهاش حاجه، الكارت الفلوس كلها ضاعت على الخمره ولا على جاتوه؟ ما جاتوه ده السبوبه، لازم نصرف على الحديده عشان الحديده تجيب فلوس. كانوا يقولوا كده زمان بتوع العربيات، كانوا مسمين العربيه الحديده، لازم نصرف عليها، نغير لها الزيت ونجيب لها بوجيات ونحط لها بنزين. لازم تصرف على الحديده عشان الحديده تمشي وتجيب فلوس. فجاتوه ده لازم نصرف عليه عشان هيجيب فلوس. اقل واجب اللي جه زارني بايده مليانه ده، لو رحت له بايدي فاضيه ابقى حد عره ما فهمش في الاصول. وهي الست عايشه في فرنسا بس بتتعامل بالاصول العربيه، وحضرتك عايشه في فرنسا لازم تتعاملي بالاصول العربيه، وهي دي الاصول العربيه. واجب الضيافه، واجب الضيافه، واجب، اسمها كده واجب الضيافه. خلونا نخرج من الحته دي، انا ما كنتش عايز اتكلم في الحته دي. السيده فاطمه اديكي شفتي مصطفى قال ايه، واديكي اثبتنا لك حضرتك ان هي ست مش داعيه، يعني مش حاجه واو، دي ست كدابه. الراجل ما اسلمش ولا يعرف حاجه عن الاسلام، دي حكايه اتحكت عشان نتاجر، عشان نعمل بيزنس وسبوبه. ادينا ظهرنا لك على حقيقتك، عايزه تكملي معاها، النهايه هتبقى سيئه، وانا قسما بالله في انتظار هذه النهايه. تمام، ان قدر لي وكنت من اهل هذه الدنيا، يوم ما تحصل النهايه السيئه زي كل مره، وانا متوقعها من دلوقتي، الا لو حضرتك تراجعتي لورا. تمام، انا اول واحد هطلع اشمت فيكي. انا قلت لك الكلام مرتين، مش هقوله ثلاثه، خلاص مش هقول الكلام ده تاني. الرساله دي لحضرتك، يا ريت حد يكتب لها في الكومنتات، شوف الفيديو دوت، يا ريت يا رب يا رب. انا بدعي ربنا ان رسالتي توصل لك عشان تلحقي تنجدي نفسك وتنجدي بنتك من البؤره القذره اللي انت رميتي نفسك فيها، معرفش ليه. ده كان كلام مصطفى، وده كان سؤالها، ودي كانت اجابه مصطفى، وده يثبت لنا بالدليل القاطع من بق مصطفى ان الراجل ده بقى لا اسلم وان الشغلانه كلها شغلانه شويه دولارات، والست عملت لنا فيها داعيه وهي كلبة فلوس. خمره بقى، بيصلي بالشبشب ما بيصليش بالشبشب. احنا من البدايه عشان ما نخشش في مواطنات يا جماعه، عشان شايف قنوات النقد ابتدوا يختلفوا مع بعض في الحته دي. فالراجل مش مستحق ان احنا نختلف مع بعض ونقول الشبشب ولا مش الشبشب، ما فيش الكلام ده. الراجل مش مسلم اساسا يا جماعه. يعني انا شايف ان حضراتكم تطلعوا تقولوا ايه، خلاص احنا مش هنتكلم في الحكايه دي، جانو مش مسلم، والحكايه دي اتعملت للاتجار بالدين، واحنا ثبتنا من بق الراجل اهو بالسليقه انه كلها متاجره بالدين. هنتخانق على ايه؟ مسلم لا مسيح، هيروح السعوديه لا مش هيروح السعوديه، عنده 96 سنه، وحد يبعت يقول لي يا استاذ فريد ده انا خدت والدتي كبيره في السن معايا، اتكلفت فلوس كتير قوي ولازم يبقى معاه مرافق. هو احنا واجعين قلبنا ليه؟ الراجل لا اسلم ولا هيروح السعوديه ولا هيخرج من الكرسي اللي تحت الدولاب اللي عليه ازازتين خمره اللي حد بيطلع يجيبهم له، ولما يجوا يصوروا بيطلعوهم فوق، هو قاعد القعده دي وخلاص وهيموت على كده.
ربنا ما يكتبلوش كده. بس عشان ما نتخانقش بقى ونعمل حكايات، ربنا ما يكتبلوش كده. عشان ما نتخانقش بقى ونعمل حكايات ونقعد نوجع في قلبنا عشان نشوف الجديد بقى. في حاجات كتيرة جاية جديدة، تمام؟ فعشان نشوف الجديد خلونا بقى ننسى، خلاص مش مسيحي. اي حد هيطلع يقول جانو مش مسيحي، خلاص مش سوري مش مسلم، خلاص. وهي جابته وهي في التراب. وسمعت حد قال لي حاجه كمان، معلومه قويه جدا اتكتبت لي برضه، انه زمان مدام ايمان مصريه في باريس عرضت للست دي فيديو وهي بتقول ايه المانع ان احنا نقدم الهدايا لاخواتنا المسيحيين جيراننا. وبعدين قالت ملحد، وبعدين قالت مسيحي، وبعدين قالت ملحد، وبعدين قالت مسلم. دوشه. انا الموضوع ده بصراحه مقرف جدا ومش عايز اكمل فيه كلام. الراجل ده ما اسلمش ببق مصيبه. قالت له والله تقول الحقيقه. قال لها اصله كان عنده استعداد، اصله لسه ما دخلش، اصله نضيف، اصله النهارده، اصله امبارح. عيب يا مصطفى، يا مصطفى. بعد الفيديو ده قال لك كله يكسر تليفوناته. ليه؟ تليفونات هتنفجر. قنابل من اليمين واليسار. اوروبا كلها، الناس اللي قاعدين في المانيا يعني كانوا خايفين، قال لك على شمالنا فرنسا الناحيه دي وعلى يميننا اسبانيا الناحيه دي، واوروبا كلها كانت هتنفجر. حتى الناس اللي في مصر قال لك ايه، انا واحد من انا هقفل التليفون يا عم لحسن القنابل هتفجر تليفوناتي. هعتزل. طبعا حضراتكم عارفيني كويس، بتشوفوني اهو، انا غيرت حاجه؟ انا هو زي ما انا هو. انا من 3 ايام قلت لكم ايه؟ مش هتعمل فيديوهات، صح؟ قلت لكم كده مش هتعمل فيديوهات. وحتى استفزتهم عشان لو بيسمعوني، وقعدت اقول له والنبي حلبقه والنبي حلبقه عشان خاطري حلبقه خليها تعمل الفيديو ده. واول جمله اول ما قالت هسأل رضا قلت لحضراتكم ايه؟ حلبقه مش هيوافق، صح؟ وانا النهارده بقول لكم مفيش حاجه اسمها اعتزال، ولا في قنابل ولا في غيره. وانتوا رعبتوا نفسيكم بالقنط وخدتوا ساتر بالقنط، ولا في حد هيضرب قنابل ولا في حاجه هتحصل خالص. انا هعتزل، مفيش اعتزال. استاذ عادل فتحي النهارده الصبح اتفرجت له على فيديو عجبني قوي، كان بيتكلم على اليوتيوبر والشهره. فكرني كده بحكايه او يعني بمثل اقوله لحضراتكم. لعيب الكوره، لعيب الكوره ده بيحصل على مال وعلى شهره من زمان قوي، وبعدين الجرايد تكتب عنه ويعملوا معاه لقاءات على التلفزيون. انا بتكلم برضو ايه عن زمان مش دلوقتي. دلوقتي بقى يعملوا احاديث بقى ويعملوا برضو معاهم لقاءات بقى على السوشيال ميديا وعلى الساتلايت، وشهرة عظيمة. يبتدي لعيب الكرة ده يكبر، اوكي؟ فالمفروض بقى ايه؟ يعتزل. لا، اكمل شوية كمان، الشهرة عجباني، اكمل شوية، تمام. فيكمل شويه كمان، فيبتدي ايه؟ يخرف. يعني ايه يخرف؟ يعني تجيله كوره يبقى قدام الجون ما يعرفش يحطها جون مثلا، او يجي عليه حد مثلا هو مدافع ويجي حد عليه مهاجم يغزله كده ويروح حاطط جون بسبب انه خلاص ما بقاش قادر يدي. فالناس بقى يقولوا له ايه؟ اعتزل. فبالرغم من انه ابتدى يخرف في الملعب الا انه مش عايز يعتزل. هو مش عايز يعتزل ليه؟ لانه مع انه ممكن يكمل برضه، يعني ممكن يكمل في السلك التدريبي، في التعليق، في التحكيم، يعني ممكن يكمل في اي حاجه خاصه بالكوره، بس دي ما فيهاش شهره زي ما كان لعيب. فيجي يقول لك ايه؟ اعتزل بقى. كان القرار الصائب انه يعتزل وهو في عز مجده، يعني مثلا يجيب كاس العالم او يجيب مثلا بطوله افريقيا لمصر، ويقول لك يا جماعه ده اخر انجاز انا هعمله والسلام عليكم انا هعتزل، ويعمل ماتش اعتزال ويعمل حفله وياخد بعضه ويمشي. الناس يفتكروا انه اخر حاجه عملها فلان ده جاب لنا كاس افريقيا او جاب لنا كاس العالم او جاب لنا انجاز يعني.
فيعتزل في عز مجده. ده الإنسان السوي. أما الشخص الغير سوي اللي هو إيه؟ فرحان بالمجد وفرحان بالشهرة وفرحان بالتصوير والكاميرات واللقاءات أوكي، يفضل يلعب لغاية لما يخرف. فهي مش هتعتزل لان هي بتحب الشهره وبتحب المال وعاشت عيشه غير العيشه اللي كانت عايشاها. كانت عيني متمرمطه وطلعان عينيها وعين اللي خلفوها وما كانتش لاقيه تاكل. النهارده في عربيه وفي شمع وفي كنبه من عند اكيا ولا اكيا ده ولا اسمه ايه، اكيا تمام. وفي بصوا البلوفر وبصوا البنطلون وجبت وكلت وطبعا في الاكل واضح النقص جدا. واضح انك كنتش لاقي تاكل خالص. فكميه الاكل اللي بتاكلها وطريقه الاكل وحبها، النهم اللي عندها الاكل، مع ان النهم ده شهوه يعني، دي حاجه ضد الله يعني، ضد مبادئ ربنا يعني. فالنهم ده يقول ان هي ما كانتش لاقيه تاكل قبل كده يعني. هتسيب الكلام ده كله ليه؟ يعني في حد عاقل يسيب الكلام ده كله؟ بس هي ابتدت تخرف، بس لانها بتحب ده زي لعيب الكوره بالظبط هتكمل. فهي مش هتعتزل. هي واقعه تحت استرس عالي جدا، لانه اكتر حاجه تفضح البني ادم انه كذبه يبان. تاني، اكتر حاجه تفضح البني ادم ان كذبه يبان، انه يطلع كذاب قدام الناس. فهي واقعه تحت هذا الاسترس. فالمفروض تعمل ايه؟ المفروض تعتزل. ولكن لانها بتحب الشهره والمال وكانت محرومه والنهارده الدنيا ما شاء الله، لا خليني قاعده شويه. اديني بضحك على شويه ناس عبط بكسب من وراهم شويه فلوس امريكاني وخلاص. فهي مش هتعتزل. زي ما قلت لكم مفيش فيديوهات، اديني بقول لكم اهو، تاكدوا مفيش اعتزال. وبكره الصبح يمكن النهارده بالليل صباح الخير وحشتوني قوي 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 قوي، وبعد 3 دقايق على القناه الثانيه صباح الخير وحشتوني قوي قوي قوي، وهتشتغل على ال3 قنوات. وهو غالبا ده احساسي انا يعني انه هيخلي عنده دم شويه وهيختفي، بس مش هيختفي خالص، هيرجع تاني. وهي اللي هترجعه، وهترجعه غصب عنه، لانه هو ما عندوش دخل غير القناه دي عشان يعرف يصرف على عيال الغلابه، ولا هي اللي هتصرف. هو هيرجع الا ان كان ربنا كرمه ولقى شغل فمش هيرجع تاني يكتب، بس هي هترجعه. وبكره تقولوا احنا سمعنا راجل عجوز كده، لو عايش ربنا يديله العمر، ولو ميت الله يرحمه قال لنا 1 2 3. هي مش هتعتزل، وهو شويه وهيرجع اليوتيوب تاني. الدكتورة عبير طلعوا ناس نصحوها كتير قوي، قالوا لها فما فيش بقى قنابل اهو من الناحيه دي، احنا كنا بنتكلم في القنابل، الناحيه دي ما تلاقيش فيها قنابل خلاص. اهي الدكتورة عبير المنتدى ومش المنتدى وناس كتير قوي نصحوا حضرتك انه تطلعي ما تطلعيش حاجه وتاخدي ساتر انت كمان. وانا كنت واحد من الناس، وانت حضرتك كان رايك انك تطلعي الحاجات اللي هي الايه الجميله، وانا كنت واحد من الناس رايي ان انت تطلعي الجميل والغير جميل، الاخضر واليابس، قلت لك كده بالاماره. وانا لو في مكانك هطلع الاخضر والازرق والاسود وكل الالوان الغامقه هطلع، لانه انا بس انا عندي مبدا يا جماعه عايز اقوله لحضراتكم، ومختلف مع بعض من حضراتكم، انه ما ينفعش تطلع فويس. طبعا ما ينفعش خالص، الا اذا دوست على كرامتي. لو دوست على كرامتي بالكذب يبقى الفويس مش خيانه. يعني لو جيت عليا وقلت لي ان انا ملحد ومعرفش ربنا، وفي الفويس بتقول لي لا ده انت جميل وكنت بتصلي الضحى الفجر، ده الضحى دي جت لي في حته تانيه، وكنت صايم عرفه
وكنا مستنيين الفطار. طب منين ما عنديش دين ومنين كنت صايم عرفه؟ اطلع الفويس ودي ما تبقاش خير. ولو اتقال على بنتي ولو اتقال عليا وعلى شرفي ومدورينها واهلها كانوا بيسرحوها، ده انا هطلع الواتساب بتاع اصحابي كمان، يعني ناس جيراني هطلعه، مش هطلعه الواتساب بتاعها هي بس، هطلع كل الحاجات اللي عندي اخضر وازرق واسود. فسامحيني، الفيديو اللي حضرتك عملتيه ده انا شخصيا عذرا يعني ما تزعليش مني، شايف انه ملوش لازمه. ملوش لازمه. ايه لازمته؟ كان قنابل بقى من فرنسا وقنابل من اسبانيا، لا شفنا قنابل في اسبانيا. انا مش عايزها تولع يا جماعه، انا مش غرضي الفتنه ولا ان انا، بس انا بقول اللي حصل فعلا. انه كتبت لي متابعه من المانيا قالت لي ده انا قاعده وسط الاثنين، ده هنا يضربوا وهنا يضربوا. ملوش لازمه يا دكتوره، ملوش لازمه. مع احترامي لحضرتك بيتقال عليك كلام سخيف جدا، انت صعبان عليا من الكلام اللي لسه لغايه امبارح بالليل بيتقال عليكي. صعبان عليا جدا والله. بس انا لو مكانك هكسر الدنيا. لكن برضه في الاخر تاني وتالت ورابع يو ار ادلت انف. انت حضرتك ست ناضجه بالدرجه الكفايه انك تاخدي قرارك وردود افعالك زي ما انت عايزه. لكن في الاخر انا بقول لك كده لان انت صعبان عليا. ومعلش، احنا بنتعلم، كل ما الانسان بيعيش كل ما الانسان بيكبر في السن كل ما الانسان بيتعلم اكتر. فاديكي بتتعلميها، اعتبريها خبره، يعني ما تعتبريش ان دي حاجه سيئه. اللي اتقال عليكي وحش بس اعتبريها خبره، زودتي لحياتك خبره معينه. انا تقريبا قلت كل حاجه عندي. انا بس في الاخر عايز اختم كلامي. جاتوه ما اسلمش، ودي حاجه كل الناس المفروض ان هي متاكده منها دلوقتي. يا ريت السيده الفضيله فاطمه تكون بتشوفني وبتسمعني. والله العظيم غرضي انجدك من البؤره اللي انت وقعت فيها. اسف جدا ان انا طولت، حقكم عليا. مستني كومنتاتكم الشديده. اشوفكم في الفيديو الجاي قريب ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.